خطر من الحرب اذا اجى الطيران. اذا اجى الطيران الغربي بالعكس بتكون معنويات الناس اكثر بالمواجهه، ولكن الحرب الاقصى هي الان. لذلك انت بدك تنمي ثقافه المواجهه عند الشعب السوري، على الاعلام السوري انه يعملها، وعلى السياسيين انه يعملوها، على الناس. يعني معلش انتخبوا مجلس الشعب، مفترض انا كنت بتمنى وبعرف انه حيزعلوا بعض، كنت بتمنى ان يصل شباب سوريا الى المجلس الشعب. الشباب اللي نزلوا دافعوا عن الرئيس بشار الاسد وعن النظام وعن سوريا وعن هويه سوريا، كان لازم نص مجلس الشعب. كنت اتمنى اني عم اتفرج انه يكونوا كلهم شباب من 22 و24 و25 سنه الى 40 لاقصى حد. هؤلاء الابطال اللي نزلوا وما زالوا حتى الان هن الوقود للمواجهه، كان لازم يكون هن شركاء في القرار. هلا شو اللي صار ما بعرف شو اللي صار، لكن بهالمعركه بده يكون في مشاركه شعبيه، بده يكون في حراك شعبي. هلا ما بديش ادعي لانه البعض احسن قال لك هذا بيساعد على الحرب الاهليه او لا، لازم تتشكل لجان شعبيه لتحمي الاحياء وتحمي يعني. اما انه مثل ما بسمع انه والله بيجوا ولدين بيقولوا للواحد يا بتسكر يا بنحلق لك محل، بقوموا كل العالم بتسكر سايبوا. يعني هذا يعني هذه ما روح قادره على التحمل وقادره على المواجهه. اذا بنضلنا هيك عم نواجه بهالطريقه ما بعرف بعدين شو ممكن نحصل. استاذ رفيق، لبنان شو اللي عم يصير بلبنان؟ شو اللي صار بطرابلس؟ وبعدين يعني احد الصحف اللبنانيه عنونت من المطلوب الاول في لبنان الى بطل قومي في لبنان شادي مولوي. شو اللي انطبخ عندكم بلبنان؟ ولا شيء. من 6 اشهر انا باحدى الحلقات على الدنيا طلعت حطيت وقت اتذكر الاجنده وقلت انتبهوا حيحصل عنا بلبنان 1 2 3. وقت قلت انا كمان عن الهجوم المعاكس، ووقت قلت انا اين الحيز الحيوي للامن السوري. انتبهوا طرابلس سوف تكون خاسره موجعه، والحدود اللبنانيه خاسره موجعه، وانه على الارض عندنا عم بيصير 1 2 3، وانه عم تحضر مجموعات كثيره وهي التي تعبث بالدم السوري وهي الشريكه. وهذا اللي صار ببلد نحن البعض ينقع عن نفسه تحت هذا العنوان التافه اللي رافعينه. بلد مقسوم، في جهات امنيه رسميه ترعى هؤلاء، وفي اجهزه مخابرات عربيه تاخذ من طرابلس مركز لها. وكمان انا هون بدي اقول شغله كمان يعني شوي صغيره على بعض الامن السوري الاكبر، يعني المركزيه القرار الامني. انتبهوا ما بس من اسطنبول الشغل ولا من بروكسل وغيره، اللي عم يشتغل ايوب القرا ومجموعته هو بالليكود موجود بقبرص مع مجموعات متخصصه جدا هي التي تدير غرف العمليات للتفجير وللتحرك ولكل الامر، بما في ذلك وصولا الى السفينه لطف الله 2، الى السفن اللي قبلها اللي اجت ايضا. يعني هناك مجموعات طبعا على الساحه اللبنانيه يراد للبنان ان يتحول الى منصه، عم بيحركوا عبر الحدود كل يوم اشتباك، كل يوم قتل واحد، لانه في هستيريا من تهريب السلاح ومن السيارات وغيره. ففي قوى اليوم هي جزء من المشروع الامريكي الاسرائيلي العربي لضرب سوريا، واللي يعني بتتامل انه اذا سقط النظام في سوريا ان تنقض على الوضع في لبنان، تضرب المقاومه وبتحقق هذا المشروع، وبالتالي ساعتها ما خطط له بيكون حصل. لذلك اجت معركه طرابلس وشفنا السخافه بطريقه التعاطي ويتحول هذا الرجل، وشفنا بعض وسائل الاعلام اللي كبرته واللي كل شوي تقول بعد قليل كلمه شادي مولوي على اساس هو جمال عبد الناصر يعني. وشفنا طبعا حادثه طريق جديده بكل ابعادها، وللاسف مشاركه بعض القوى الفلسطينيه يعني اللي هجم على مكتب شاكر البرجاوي، معروفين مين من لاي فصيل فلسطيني وباصواتهم، ومصور فيديو وكذا وكل شيء معروف يعني. طبعا للاسف تم تجنيد بعض القوى على الساحه اللبنانيه اللي ايضا تتقاطع مع ما يجري، واللي هي عماله تمني النفس بانه مثل ما بيطلع سمير جعجع وفلان بيقول لك الاسبوع الجاي بيسقط النظام، لا اللي بعده، لا اللي بعده. يعني طبعا تحت هي المظله ببلد فارغ امنيا، ما في سقف امني، ما في حدا عمال يرعى. جرت محاوله لضرب الجيش، واجت حادثه المخطوفين ايضا ضمن بعض الشروط اللي عم نسمعها هي لابعاد الجيش عن منطقه الشمال. وخاض بعض الناس تجارب ومواقف رعناء للتشهير بالجيش، لانه كان شرطهم هو ان ينكفئ الجيش عن طرابلس وعكار حتى تتحول هالمنطقه الى اماره كامله وقندهار تنطلق منها كل العناصر اللي عم يتم تجميعها باتجاه الاراضي السوريه. التركي اليوم عم يقول استاذ رفيق بانه
لا، التدخل العسكري من الممكن أن يقسم البلاد. التدخل العسكري صعب، رغم أنه يتدخل عسكريا بطريقة غير مباشرة، لكنه يرفض يعني توجيه ضربات عسكرية من مجلس انا الأمن. انا ما كثير بعلق على الاتراك، الاتراك انهاروا، اتراك متورطين، واخر ورطاتهم قضيه المخطوفين. الاتراك اليوم بمأزق يعني مأزق الشعارات اليوميه اللي كان يرفعها اردوغان كل يوم، انه ضميرنا ما حيسمح لنا نضلنا ساكتين، بدنا ننقض، بدنا نعمل، بدنا نساوي. تركيا بأزمه، تركيا بأزمة كبيرة ولا هي عارفة تفوت على الاتحاد الأوروبي، ولا هي مثل ما وعدوها إذا بتدخل بسوريا إلك دور إقليمي. يعني لذلك أنا برأيي ما نعلق كثير أهمية، ولو أنه مصدر الخطر ميدانيا ولوجستيا بعده من الحدود التركية السورية، لأنه تركيا هي التي يعني عم تعمل كل التسهيلات لهؤلاء لكي يعبروا من شمال الحدود باتجاه الداخل. بده يتم التعاطي مع هذا الأمر. أنا برأيي بالحسن، يعني بدك تعمل أنت ستار فولاذي حديدي، وهذا اللي أنا أدعو إليه. أين هو الجيش السوري ليقيم ستارا فولاذيا على طول الحدود اللبنانية وأيضا باتجاه الأراضي السورية التركية؟ لازم يكون في جدار فولاذي من الأمن ومن الوحدات العسكرية يعني القادرة واللي هي قادرة تحسم الأمور، وما حدا فينا موهوم بأنه ما قادر الجيش السوري أنه يحسم هذا الأمر. يعني ما حتقدر هاي المجموعات رغم كل اللي عم تمتلكه من مقومات على أنها تهد جيش من نص مليون مدعوم من التفاف شعبي حواليه، ومن نظام لا يزال متماسك، ومن مؤسسات الدولة، ومن كل هذا الوضع القائم حتى الساعة. طب أستاذ رفيق، ممكن تقدر هاي المجموعات يعني تهد الجيش بعد عام من الاستنزاف؟ يعني إذا ظلوا عم يشتغلوا مثل ما اليوم الجيش منتشر لا أتصور، لأنه هذا الأمر كان بده يحصل أول شهر شهرين مثل ما هن كانوا متخيلين. ما حصل، بالعكس الجيش يزداد تماسك بالرغم من هذا الكم، والجيش عارف، والجيش عنده عقيدة ومبني كمؤسسة. بس هن عم يشتغلوا على حرب استنزاف أستاذ رفيق، يعني حاطيننا بحرب استنزاف. من غير شك، من غير شك المسألة مش سهلة. عندهم منظومة ميديا خطيرة جدا، وغرفة عمليات وخبراء قدرانين يعرفوا وين الوجع وين اللي هلا بيضل الرهان على إرادة الناس، على صبر الناس، على قوة إرادتهم، وعلى طرح السؤال. طيب شو البديل؟ لو كانت هالمعارضة عندها مشروع الوطني يا سيدي الإصلاح الحقيقي وتعمل بالداخل وعم تقدم يعني تسعى إلى طاولة الحوار، أنا بقول لك والله أنا بقول أنا أوكي تفضلوا يا جماعة، تفضلوا على طاولة الحوار رغم كل الذي حصل. ولكن هذه المجموعات من المرتزقة اللي لقت صناديق خليجية مفتوحة، كل واحد قاعد عمال يهبش مثل ما بده. يعني لو بتعرف الصراعات بيناتهم أنت هلا وبتعرف شو اللي عمال يحصل، تشعر قديش في ناس ما فرقانه مع لا سوريا ولا شعبها ولا الدم، بهمها انها هي عم تحصل اموال الان وتعمل. يعني ليك صار في عندنا مثلا بلبنان تجار بالشمال يعملون تحت اللي له دقن، واللي عنده جمعيه، واللي عنده كذا، واللي غيره. شو شعارهم؟ والله نصرة اهلنا في سوريا. بتجي المخابرات العربيه، انت فلان هذا $1,000,000 لك، انت 5 مليون، انت 3 مليون. هذا بيقول لهم انا عم بنفقهم والله للنازحين السوريين الى الاراضي اللبنانيه او لاسعاف الجرحى وغيره. طبعا عمال يصرفوا 5% 10%، وال70 و80% عم يلهطوهم، وماشي شغال الامور. يعني بتشوف على مدار الساعه عم تطلع عندك جمعيات يعني بتضحك وبتبكي على هذا الحال اللي وصلنا له. في وقت طبعا نحن عندنا الامن ما قدران يعمل اي شيء مع هؤلاء. لذلك هلا الوضع وضع كثير سيء، وبدنا نكون امام صوره رماديه. انا بقول لك حنكون امام صوره رماديه، لكن حتى الان رغم كل هذه الجراح، رغم كل هذا الالم، ما زلنا عندنا فرصه مقدمتها بدء الهجوم المعاكس بكل شيء، بالحيويه الداخليه، بالوضع الاجتماعي، بالوضع الاقتصادي، بالاعلام، وبالعسكر، وبالامن الخارجي. بده يكون في هجوم معاكس لترجع انت تقول انا ما زلت املك اوراق كثيره. وانا برجع بقول اكثر، عينكم على فلسطين ايضا. وين القوى اللي انتم ربيتوها؟ ما شيء. وين القوى اللي تربت؟ وين اللي كان الحضن السوري هو لها الداعم؟ ما حدا حيحرك صدقني هذا العالم الا عندما يعني تقترب من الامن الاسرائيلي. ويمكن بيعرفوا بعض الناس المتابعين عندما بدات الازمه التركيه بعهد الرئيس الراحل حافظ الاسد، وتقدمت بعض الوحدات التركيه بالشمال اذا تتذكروها، امر الراحل حافظ الاسد 3 ألوية من الجيش بالانسحاب. ففوجئ العالم وبلشت تنسحب الألوية، وخلاها تنسحب
بطريقه تحت رؤيه الاقمار الصناعيه وتقارير الدبلوماسيين والبعض. وعندما وصلت الى ضواحي دمشق ما وقفت بمعسكراتها بدمشق، خلاها تتجه جنوبا، وبذكائه اوعز للكل انه روحوا شوفوا ليش الجيش متقدم جنوبا. وقت السفراء الغربيين والكل ركضوا شو عم يصير، قال لهم تركيا احتلت سوريا 400 سنه ماشي الحال، هلا وبعدين انا بحرر سوريا، بس انا جيشي ما حيموت قدام الاتراك، انا جيشي بدي اياه يموت على تقوم فلسطين، انا بدي ادخل بمعركه فاصله مع اسرائيل. خلال 6 ايام معلش نرجع خلال 6 ايام بدات المبادرات وحلت الازمه السوريه التركيه. والان اذا ما اقتربنا من الامن الاسرائيلي بالداخل او على مستوى المواجهه، ما انت بتقدر، بدك تضرب انت بالمحل بالوجع، ما بقى فيك تضرب انت بشراع الملاكمه بالهواء، بده ينعد لك نقاط، وهذه النقاط لا يمكن الا بالهجوم المعاكس اللي المفترض انه يبدا. طيب استاذ رفيق، بدي ارجع بس للسياسه الدوليه لو سمحت، وما يجري التحضير له يعني دوليا على الاقل. منعطفات كثير صارت، وقيل بأن الحولة يوم الجمعة الماضية يعني هي المنعطف الجديد اللي اجى بعده طرد سفراء، لكن دائما هل من الممكن التوقع، يعني هل من الممكن لأحد اليوم أن يشاهد هذا السيناريو المرسوم، أم أنه دائما في ارتجال وفي تعديلات وفي تغييرات في اللحظات الأخيرة؟ للأسف أنا بقول لك بعد هناك بعض الأحداث المدوية اللي حاطينها على الأجندة واللي ممكن تصير، وأنا خوفان من شغلة، خوفان يشتغلوا على خارج مجلس الأمن على ما يسمى باللجنة الرباعية، تماما مثل ما عملوا القضية الفلسطينية وغيره، من أجل أن تصدر هذه اللجنة قرارا من خارج مجلس الأمن، لكن ما يعزي أنه روسيا هي باللجنة العربية الرباعية فمش حتسمح له. هن ليك حاطين أجندات، كلما فشلوا في مكان عم يرجعوا يلجأوا لسيناريوهات أخرى. لذلك أنا ليش عم بقول لك أنه نحن سوريا حتى الآن منتصرة، لأنه بكل الأجندات اللي عملوها معلش شو له حصيلة الآن غير قتل الأبرياء؟ شو في غير قتل الأبرياء؟ شو اللي حققته؟ هل أخذوا منطقة عازلة؟ هل أخذوا منطقة سيطروا عليها بشكل كامل ويقولوا أنه والله هذه نقطة عم نحرر سوريا منها مثلا؟ هل أني قدموا مشروع معين لفرض وقائع معينة على طاولة الحوار ويضطر النظام يقدم تنازل؟ بالعكس، اللي بده يقرأ خليه يقرأ شو سمع كوفي أنان من الرئيس بشار الأسد امبارح، وكيف أنبوا وكيف خرج، واليوم جاي على بيروت وكيف صار زاد وجهه سوادا. هو رئيس الأسد قال له عم تسألني أنا ماذا فعلت؟ أنا بدي أسألك أنتم شو اللي عملتوه؟ شو اللي سويتوه؟ وين التعهدات؟ وين الضمانات؟ وين وقف الحملات الإعلامية؟ وين ليش التشهير اللي بعده؟ مين اللي قال انه مهمتك انت انه فشلت؟ مين اللي فشلها؟ مين اللي بعده عم يبعث سلاح؟ مين اللي بعده عم يعمل؟ يعني اذا ايه بدي اهجم، انا بدي يكون صوتي عالي، بدي يكون صوتنا مرتفع حتى انت تستطيع انك تواجه. انا بقول لك نعم، هناك الكثير من الدماء ستسقط، الدماء الزكيه والابرياء بمناطق كثيره، وهن بدهم يحاولوا يقربوا على دمشق لحتى يعطلوا الحياه فيها، ولكن اللي صمد سنه و4 اشهر بيصمد بهالانفاس الاخيره للمؤامره حتى تجتاز سوريا هي المرحله وتستطيع ان تتصلب اكثر. وعندها شو ما حصل ما بين الكبار واللاعبين الكبار، اذا سوريا متماسكه بالداخل حدا بيقدر يفرض عليها شيء. بموضوع روسيا اسمح لي ناقش معك هالنقطه استاذ رفيق. اليوم صحف عالمية عم تكتب انه هناك حديث عن مفاوضات بين واشنطن وموسكو، ان تتخلى موسكو عن دمشق مقابل تنازلات امريكيه في الدرع الصاروخي. شوي بيرجعوا بيقولوا لنا انه لا، الصفقه ما رح تكون هيك، الصفقه رح تكون عن ايران والسلاح النووي الايراني. كثير من الكلام حول هذا، لكن المواقف السياسيه الروسيه ثابته حتى الان، لكن هي سياسه وربما يجري التفاوض. هلا شغله مش وجدانيه، روسيا تذوقت الان طعم العوده الى مراكز القرار. بوتين وكل القياده الروسيه هلا هيك ذاقت طعم العوده الى التوازن الدولي. وحتى هذا الكلام الصحف والكلام هذا كله غيره والتوقعات والاوهام ما حيصير الا يالطة جديده او نظام اقليمي دولي جديد. ما بيتم هيدا هلا، ما بيعطوها الروس لاوباما اللي مش عارفينه بيبقى والله ما بيبقى، ولا اوباما هلا هو بوارد انه يطرح حل حتى يوظفه بالانتخابات، لانه اذا ما عجب اسرائيل الاصوات اليهوديه بتسقطوا.
لذلك انا قلت لك اول كلام كله مؤجل الى ما بعد الانتخابات، ساعتها بيدخلوا بمباحثات مع الروسي بشكل كويس. هلا بعدنا نحن بضرب الاكتاف، بعدهم المشروع بيضرب من هون، بيحاول يضرب من هون، بيوجع الداخل السوري. روسيا بترجع بتحمي سوريا بالموقف الدولي. يا عمي المسألة ما مسألة درع صاروخي، المسألة أكبر من هيك. المسألة بتتعلق إنه روسيا عندها قناعة إذا سوريا انهارت ينهار المنظومة كلها من هون للهند. حتى شوف معنا امبارح أحد المسؤولين الهنود الكبار، هو وصل قال إنه إذا حصل شيء لسوريا هاي المنظومة كلها بحوض ما يسمى الشرق الأوسط والحيز الحيوي تبعها كلها حتنهار، يعني وصولا إلى المحيط الهندي. فبالتالي بعد بكير لهذا الأمر. هذه كلها جزء من الأوهام، من الاحتمالات، من الكلام، من الحرب النفسية. انه يا عمي روسيا حتتخلى عنك يا سوريا هلا والله بعد شهر والله بعد 5 مشان قصة الدرع الصاروخي. انا برأيي الموقف الروسي اكبر من مسألة الدرع الصاروخي، لانه اذا انهارت سوريا بدها تركيا وغير تركيا يفتحوا لها الشيشان وغير الشيشان. في عندك انت اكثر من 87 مليون عايشين بعضهم بمناطق مثل الشيشان وغيره بالمناطق الجنوبية لروسيا اللي بدها كمان ترجع تواجه هؤلاء بطريقة كمان تدفع اثمان غالية. فقلت لك تذوقت هي طعم العودة إلى مراكز القرار. هي الآن شريكة في إعادة صنع الخرائط الجديدة في الشرق الأوسط. ما بتخيل إلا إذا حصل شيء بيتعلق بملف الإيراني، بالدرع الصاروخي، بالوضع السوري، بالقضية الفلسطينية أيضا. هذا كله بده ينطرح مع بعضه البعض إذا بدنا نروح على يالطا جديدة. بس هذا بعد بكير، يعني نحن بعدنا بالمعركة هلأ. استاذ رفيق، يعني لما اعلنا عن انه رح تكون ضيفنا اليوم بملف المسائية، ناس كثير حبت توجه لك سؤال عن سبب الغياب الطويل عن الاعلام السوري، على الاقل يعني ما عاد شفناك بالاعلام السوري. والله ليك انا يعني بديش اعلق هذا الموضوع، بس يعني حابب ما اعلق على الموضوع. بس انا عندي شعور على انه انا احدهم يمكن ما بعرف مين الجهات اللي منعتني عن الاعلام الرسمي اني اطلع. وانا من سنه و3 اشهر مش طالع على التلفزيون السوري، مع صداقتي ومحبتي لمعالي الوزير الدكتور عدنان محمود وهو صديقي. لكن انا حتى الان حسيت هيك انه في حدا ما حب الاطلاع، او انه في حدا ما عجبه كلام لما قلت انا انه مفترض ان ترتدي الازمه البدله العسكريه للحسم. ربما طبعا الاخوان بمحطه الدنيا اتصلوا في من فتره. انا بصراحه قلت لا، خلي يكون منع شامل كل الشاشات، بما انه عملت بهالطريقه فليكن المنع شامل معلش لحتى اعرف يعني. لاني انا ما اقدر اصدق يعني معلش. وحتى كمان عاتب انا على احدهم اللي طلع من 5 ايام وهو نائب الان في البرلمان ليقول عم بيهاجم الاعلام الرسمي السوري ويقول كنتوا تجيبوا لنا كل 10 ايام محللين لبنانيين. يعني بس بدي اقول له معلش بعتبي بمحبتي، نحن كنا نروح ورحنا على كفنا. وانا يعني معلش لازم اكشف هذا. انا تعرضت لمحاوله القتل نحن وراجعين من محطه الدنيا باخر لقاء ب 2 شباط اللي صار. بس انا ما بدور على بطولات. نحن كنا انا وزملائي كلنا اللي طلعنا سوريا قضيتنا القوميه والوطنيه والهويه، لا باسمان مثل ما البعض بيهاجمك بيقول لك انتم كنتوا تاخذوا اسمان، ولا باي شيء. بالعكس كنا نتعرض، وانا اتعرض شخصيا الان لاولادي طردوا من اعمالهم في لبنان من شركات معروفه لمين، وانا وغيري كلنا عم ندفع اسمان مثل جوزيف ابو فاضل او فلان. ما كنت بتمنى من الشخص المذكور انه يحكي هالكلمه لانه جرحتني جدا مثل ما جرحت غيري. نحن انا بعتبر حالي مثل ما قلت اول اسبوعين انا على الفضائيه السوريه وقت قلت لانه سوريا، لانه هذا هجمه كونيه. وقت طلبت قلت انا اتمنى منح الجنسيه السوريه فقط من اجل ان اكون شريكا في المواجهه وفي الانتصار. يعني ما عم اقول انا وقت لا اتزلف. وبعدني بقول انا نحن ننطلق من هويتنا القوميه والوطنيه. انا ابن الجنوب، انا ابن ثقافه المقاومه، انا اهلي قتلوا على ايد الاسرائيليين. انا لاني بعرف سوريا ماذا فعلت المقاومه وبعرف الشعب السوري ماذا فعل. انا ابن جمال عبد الناصر، ابن الوحده العربيه، ابن القوميه العربيه. لذلك انا مع سوريا مهما كان الوضع. انا مع سوريا منعت ما منعت، ما زلت في موقعي وثوابتي ومبادئي، وما زلت انا يعني سوريا بقلبي وروحي بوجداني. وبعدني مثل ما بكتب على صفحاتي كلما اشعر اني وقفت على قصيون استاذ انا رفيق، شريك بكل نافذه وبكل ياسمين دمشق. لذلك استاذ رفيق، انا عرفت مين عم تقصد. ما بدي اسمي. انا ما اتمنى انه اتركني انا اسمي. لا ارجوك. انا بس فقط اذا
اذا سمعني او اذا حدا سمعني بيعرف اتمنى بمحبه، يعني انا اكن له كل الاحترام، لكن يا اخوان نحن اللي طلعنا كنا نتعرض وما زلنا بنتعرض للتهديدات وللقتل ولا فقدان اشغالنا وكل شيء. للوقوف مع سوريا ما بنتعامل بهالطريقه ولا بيكون هذا الكلام بهالطريقه، ونحن شركاء في هاي المواجهه مثل ما كانت سوريا شريكه المقاومه في اكبر انتصارين حققته. هو بكل الأحوال نحن عندنا نائب واحد في البرلمان من شهر تقريبا عم يهاجم الإعلام السوري بشكل دائم، يعني بكل قطاع. انا لا تدخل لي، انا يعني مثل ما لاحظت هلا انا اخذت قرار من فتره اني ما بحكي بالشان السوري الداخلي، هذا امر بيقرروه السوريين سواء كانوا بالمعارضه او غير المعارضه. انا كانسان عربي عروبي عم بتعاطى لك، حكيت كل اللي حكيته من منطق العروبي، لانه انا بعرف اذا سوريا انهارت سينهار جدار العروبي الاخير. ولذلك انا بتمنى هلا نرتفع عن كل الصغائر، وانا ما مشكله عندي اللي بيمنعني ولا ما بيمنعني، عم بقوم بدوري باي منبر اعلامي، لن اتخلى عن سوريا قلت لك التي تسكن تحت جلدي. فبالتالي يعني هلا في غباء بهذا القرار، بقول لك في غباء، ما فهموا شو اللي انا قلته البعض. انا ما زلت اردد، اذا لم ترتدي الازمه البدله العسكريه بدنا ندفع الكثير من الدماء، واللي بده يزعل. أستاذ رفيق نصر الله، مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والمفكر العربي، كنت ضيف المسائية لهذه الليلة، شكرا لك. شكرا جزيلا، تحياتي لك ولكل الإذاعة، وبجدد تحياتي للشعب السوري ووقوفنا الدائم وحبي لدمشق الذي لا ينتهي، فهي أول العواصم. برجع بقول لك نفس اللي بلشت فيه، إذا كانت مصر أم الدنيا وسوريا أو بيروت كانوا يقولوا لها كمان ست الدنيا، فسوريا هي أصل الدنيا، واللي بده يفهم سوريا الأصل، ولن يستطيع أحد أن يتطاول على هذا الأصل مهما فعل. شكرا لك أستاذ رفيق. شكرا.